تعالي اقولك بقى ازاي تعملي البطاطا. هاتي البطاطا وهاتي كشكول من ده او ورق زبدة من عندك، واعملي بيه احلى بطاطا حادقة تحفة. جربوها مش هتنسوا طريقتها وهتعجبكم جدا البطاطا الاحدى. جربوها مش هتخسروا حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي ام هنا ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا عشان تنور بيكم وتبقوا احلى عيلة، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. بصوا بقى، صلوا على النبي. النهارده معانا ايه؟ معانا البطاطا، بس هنعملها حادقه، مش هنعملها بطاطا معسله. هتقولي لي يا مهنا هو في بطاطا حادقه؟ اقول لكم البطاطا الحادقه. بصوا، طب انتوا جربوها وقولوا لي رايكم ايه، مش هتخسروا حاجه. اللي معايا دول كانوا كيلو ونص، كنت جايباهم ب10 جنيه. الكيلو ونص كان ب10 جنيه، يعني هي لقيتها رخيصه فانا قلت ايه، قلت حلو، هو الموسم بتاعها ده. ومعانا ده ورق، عندك ورق زبده بديل حطيه، بس انا ما كانش متوفر عندي ورق زبده، كان متوفر عندي الورق ده. كنت واخده يعني من كشكول بنتي، وقمت قاطعه كام ورقه كده بالعرض، وهقول لكم دلوقتي احنا يعني هنستنفع منه ازاي الورق، او ايه فايدته مع البطاطا معانا. طبعا انتوا مستغربين من اللي انتوا بتشوفوه ده، عندكم حق، بس دي حاجه يعني عارفين. امي كانت بصوا الله يمسيها بالخير ويديها الصحه يا رب وطولة العمر، امي وامهاتكم جميعا يا رب. كانت ايه، هي كانت معودانا على كده، كنا بنفرح بالحاجه دي قوي واحنا صغيرين. كان بتعمل لنا البطاطا، هتشوفوها دلوقتي خطوه بخطوه بنفس الطريقه. كانت احلى حاجه بالنسبه لنا لما كان اليوم ده كانت تعمل لنا فيه البطاطا، كان بيبقى يوم والله جميل، وكانت ذكريات حلوه، وكانت ايام جميله، ذكريات الطفوله دي. فانا بحاول ان انا اعيشها لاولادي، اي حاجه حلوه بفتكرها من الطفوله او من الذكريات بحاول ان انا اعملها لهم واعيشها لهم. طبعا البطاطا دي طبعا طعمها تحفه تحفه تحفه، بس انتوا جربوها وقولوا لي رايكم ايه. بصوا، هنجيب طبق فيه ميه، هنقوم عاملين ايه، هنقوم جايبين حله ألمونيا تيفال اللي عندك موجود اعمليه، وهنبل الورق وهنحطه في الارض بتاعه الصينيه، في ارضيه الصينيه. اهم حاجه تحطي نص الورقه في الارض ونص الورقه في الجنب، زي انا ما بعمل كده بالظبط. هتقولي لي يا ام هنا ايه فايده الورق ده؟ برضو هتشوفوها معايا، خليكوا في الفيديو خطوه بخطوه، ما تجرهوش عشان تستفادوا في كل دقيقه فيه. بصي يعني هي حاجة بسيطة، وطبعا بس بيبقى ليها ذكريات حلوة وانا بحب اعيشها لولادي، فقلت اشارك معاكم اللحظة دي. بصوا، انا هنا ببل الورقة ورقة ورقة. كان وبعدين احنا بنحط الايه، بنحط في الارضيه كده ورقه عشان خاطر البطاطا ما تتلسعش مننا. بصوا زي انتم ما شايفينه كده، مش بتبلوا الورقه قوي، ده هي بله بس في قلب الطبق كده وخلاص. لو عندك ورق زبده طبعا هيبقى افضل بكتير. بصوا انا هنا بليت الورقه، بوريكم انا حاطه الورق ازاي. وبليته بله خفيفه مش بله كتيره يعني. البطاطا طبعا نكون غسلينها كويس، وبصوا زي انتم ما شايفينها مغسوله وما شاء الله عليها نضيفه وزي الفل. هنقوم نرص الايه، البطاطا من تحت. هتقولي لي يا ام هنا هتستوي هي البطاطا تستوي على كده؟ طبعا هي البطاطا تستوي على البخار اصلا، دي احلى حاجه فيها. اما بتستوي على البخار مش هنحطها في الفرن ولا هنقشرها ونسلقها، لا هي بتستوي على البخار، وشموا ريحتها وهي بتتسلق كده على البخار بتبقى ريحتها جميله ما شاء الله اللهم بارك. فانت كده رصيت البطاطا اللي معايا كله، هجيب بقى ورق تاني واحطه ايه، ورقه ولا ورقتين، يعني لو عندك ورق زبده هتبقى ورقه عريضه، لكن الورق اللي كان معايا ده صغير فانا ايه جبت ورقتين منه. واهم حاجه تبليه عشان خاطر الورق ما يتحرقش مننا على النار. بس كده، انت اهم حاجه تبليه كويس وتغطي ايه، وتغطي كل اطراف الحل. بصوا بقى انا ايه، بشويه ميه كده تطلعي عليهم، يعني انت ممكن مثلا تحطي نص كوبايه بس ميه من فوق كده، اللي هو انت بتبلي الورق زياده عشان خاطر ايه، عشان خاطر ما يتحرقش مننا. تعالي على نار واطيه، وطي النار وشغلي اصغر عين عندك وقومي حطاها، وسيبيها بقى كل 5 دقايق تشوفيها، هتلاقيها ايه، تعيني الورقه هتلاقيها بتطلع بخار ولسه ما استوتش. طبعا الخطوه التانية اللي معايا، انتوا برضو مستغربين التوابل ازاي مع البطاطا، هي اسمها بطاطا حادقه طعمها تحفه. ربع معلقه شطه، لو انت عندك كميه زي يعني كميه زي كده واكبر شويه، التوابل على حسب انت ما عايزه بتقللي او بتكتري. ربع معلقه شطه، ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، ونص معلقه ملح. ما تحطيش اي توابل تاني غير دي،
ما عندكيش التوابل دي حطي اللي عندك موجود، بس اكتر من كده ما تحطيش. بصوا انا كده خلاص قليت التوابل على بعضها، ريحتها بقى جميله. وهوريكم بقى الخطوه التانية اللي بعد كده ايه. بس عقبال ما البطاطا تفضل على النار، فانا رحت ايه عملت. كان عندي عصير. طبعا ده يوم اجازه ولادي، فانا بحب ان هو يوم اجازتهم ايه، ان انا بعمل لهم عصاير، مشروبات، كل حاجه في البيت برضو. ما تشتريش حاجه من بره، كل حاجه اعمليها في البيت انضف واوفر واحسن، وحاجات صحيه كمان. دي جوافه باللبن، كانت عندي جوافه. كنت شاريه ال2 كيلو، كيلو ونص ب10. فدي كانت رحت عملتها لهم عصير باللبن. وبعدين خلاص انا حطيت لهم في الكوبايات اهو. هما الولاد بيفرحوا بالحاجات اللي زي كده لما بتبقى يوم اجازتهم وانتي عامله لهم كل حاجه في البيت، بيبقى انضف لولادك كمان، وحاجات صحيه انتي ما ضامنه هي تتعمل ازاي. ودي قراميش كانت معايا، كانت عندي، كنت جايبه ب5 جنيه، ما شاء الله كان مديني يعني كيس حلو كده كبير. انا بحطه في قلب زيت سخن، بيطلع منفوخ كده، يعني بصوا بيتعمل الكميه الحلوه اللي قدامك دي ما شاء الله يعني. وبتغنيكي بقى عن ايه، اي شيبس من بره، اي بوزو، اي حاجه فيها مواد اللي هي الغير صالحه دي. حاجات مضمونه ومعموله في البيت، انت ضامنه هي بتتعمل ازاي. ده طبعا انا ما رضيتش انسى نفسي. قلت ايه اجيب لنفسي اللب ده، انا بحبه قوي يعني، مفضل بالنسبه لي. بس بصوا بقى هنا كان عندي ايه، كان دول 4 صوابع موز، طبعا كانوا هيبوظوا وانا ما سبتهمش يبوظوا ولا حاجه. رحت مقشراهم وقلت ايه هعمل لهم بيها حاجه حلوه. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل لهم ايه. كان عندي صباعين موز، 4. وكان عندي رمانتين. رحت مشغله دماغي وقلت برضو اعمل لهم ايه، هعمل لهم مشروب تاني حلو قوي وكله طاقه وحديد، هتشوفوه ما شاء الله. يعني حلو قوي بالذات لاولادنا، الحاجات دي حلوه قوي في البيت، الفاكهه، العصاير، اي حاجه طبيعيه حلوه. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. بصوا اعملوها يعني خلي كده يوم اجازه ولادك مثلا ايه، الحاجات دي بتنفع حلوه قوي في البيت، يعني بتبقى كويسه قوي، حاجات انت ضامنه انت بتعمليها ازاي. فرحيهم باي حاجه انت بتعمليها، فاهمين. بس حتى مش شرط يوم الاجازه، بس الايام العاديه كلها، لما بتعملي اي حاجه في البيت الاولاد بيفرحوا بيها قوي، وهيبقوا واخدين عليك ان انت بتعملي لهم اي حاجه بيطلبوها بتعمليها لهم في البيت، ما تشتريهاش من بره. ده كان عندي عناب كركري يعني، انا حطيته على النار، سبته يغلي شويه، وبعد كده رحت ضايفه له سكر، وحطيته في قلب الرمان اللي انا قشرته، ورحت حاطاه في التلاجة. انا بحطه في علبه زي كده متغطيه، بحيث ان احنا لو عوزنا بغرف في اطباق زي كده. وطبعا قطعت في كل طبق صباع موز، عشان هما كانوا عندي ايه، كانوا 4 صوابع. وكده بقى تالت صنف معانا كان الرمان بالموز. طبعا ايه جبنا للاكله الاساسيه. يعني بصي هي كلها على فكره البطاطا دي كلها قيم غذائيه حلوه جدا جدا، مفيده للاطفال وللكبار كمان. فعلى حسب انتوا ما بتحبوها تاكلوها بقى ايه، ممكن في ناس بتحبها صينيه، في ناس بتحبها مشويه. جربوا بقى الطريقه دي وقولي طعمها يبقى عامل ازاي. والله العظيم كانت طريقه حلوه جدا، احنا كنا بنفرح بيها قوي قوي قوي. اليوم اللي كانت بتتعمل لنا فيه كنا بنفرح، البطاطا بالدقه. بس كانت ايه بقى، كنا بناخدها في قلب ورق كده يعني. هي ايام زمان كانت ايام حلوه والله، بتفتكري فيها كل حاجه ما بتنساهيش. بس بصوا معلش، بس عشان لسه منزله الحله من على النار، البطاطا كانت سخنه جدا، فانا قلت ايه هفتحها بس وهويها كده، عشان انا مش عايزه بس وقت الايه الفيديو يطول عليكم اكتر من كده، على قد ما اقدر والله انا مسرعه لكم. اهم حاجه تبقى البطاطا سخنه ولسه نازله من على النار حالا، هي دي حلاوتها في السخونيه بتاعتها. بصوا انتوا بتطلعوها سخنه كده، وهنحط عليها الايه الدقه. اهم حاجه وهي سخنه بتحطي عليها الدقه رشه خفيفه كده، على حسب ما انت عايزه الحدقيه بتاعتها انت بتحطي لها. بس وهي سخنه، وبتتاكل برده وهي سخنه. اهم حاجه عايزه تاكليها بقى بمعلقه، عايزه تاكليها كده، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. بألف هنا وشفا، جربوها. بصوا مش هتبطلوا تعملوها. بصوا الحاجات دي كلها انا عاملاها في البيت برضو، مش شاريه حاجه من بره، على طول زي ما بقول لكم كل حاجه نعملها في البيت انضف واوفر واحسن. اتمنى لو عجبكم الفيديو ان شاء الله باذن الله يعجبكم، تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس
على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واهم حاجة ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. يلا اشوف وشكم على خير. وبصوا المقرمشات جميلة، انا بوريها لكم تحفة جدا. لو جبتوا ب5 جنيه منها هتعمل لكم كمية حلوة قوي قوي قوي، بديل الشيبسي والبوزو والحاجات اللي بره دي كلها لحاجات في البيت انضف واوفر واحسن. وبصوا يعني كل حاجة في البيت حلو. اتشطري كده واعمليها لولادك وما تشتريش حاجه من بره، ويوم اجازتهم دول فرحيهم واعملي لهم كل حاجه في البيت. بس وهنا الفيديو معانا كان خلص، وكانت سهرتنا كده خلاص هتبتدي. اشوف وشكم على خير، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي لايك يا حبايبي. مع السلامه.